ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن اليوس الموحد. ايه هو النظام اليوس الموحد الجديد وايه الفرق ما بينه وما بين نظام اليوس القديم، وهل فعلا نسبتنا في القبول قلت عن النظام القديم، وهل فعلا هو شرط اساسي للتقديم على الجامعات التركيه الحكوميه؟ طيب امتى ادرس اليوس؟ كل ده هنعرفه بالتفصيل في الفيديو ده. يلا نبدا. اولا خلينا نتكلم عن نظام اليوس الموحد الجديد اللي اتطبق. اليوس ده لغوا ميزه وضافوا ميزه. طيب في الاول تعال نشرح نظام اليوس القديم. اليوس القديم ده كان يوس كل جامعه بتعمله. الجامعات بتعمل اليوس بتاعها وتقدر ان انت تمتحن اليوس ده، وبالامتحان تقدر تقدم بيه على اذا كان الجامعه اللي انت امتحنت فيها اليوس او على جامعات تانية. وكانت الميزه اللي موجوده في اليوس انك كنت بتقدر تمتحن الامتحان اكتر من مره، تقدر تخش امتحان كذا جامعه وتشوف انهي اعلى مجموع، وبالمجموع ده اللي تقدم بيه على الجامعات. فكان ممكن تمتحن وليكن مثلا امتحان جامعه معينه تقدر تقدم بيه مثلا على 20 جامعه بحد اقصى، في حين ان في 100 جامعه تانيين موجودين. فبالتالي كان اليوس ده بتقدر تقدم بيه على عدد جامعات معين. طيب اللي بقى موجود دلوقتي بقى اسمه نظام يوس موحد، بمعنى انك بقيت تمتحن الامتحان بدل ما كنت بتمتحنه في جامعات بقيت تمتحنه في مكان واحد ومره واحده بس. طبعا هنا اتلغت ميزه ان انا اقدر امتحن الامتحان كذا مره في حاله ان انا لو مجموعي وحش اقدر احسنه، لكن اتضافت ميزه تانية ان اليوس الموحد ده بقت تقبل بيه كل الجامعات. يعني خلاص ما بقاش في جامعات بتعمل يوس خاص بيها وتقول لك لا لازم اليوس بتاعنا عشان تقدم عندنا، لا انت بتمتحن امتحان اليوس الموحد وبالامتحان ده بتقدم بيه على كل الجامعات. فبالتالي ده زود عندك اصلا نسبة القبول. بدل ما انا كنت همتحن الامتحان هجيب فيه مجموع وليكن كويس بس هقدر اقدم بس على 20 جامعة، فانا دلوقتي ممكن امتحن امتحان واجيب فيه مجموع اقدر اقدم بيه على 100 جامعه، فهضاعف عدد الجامعات اللي قدامي، بالتالي بضاعف نسبه قبولي. طيب انت امتى بقى بتدرس اليوس ده؟ وانت بتكلم اي حد للتقديم هتسمع حد يقول لك انت محتاج يوس، وواحد تاني يقول لك لا انت مش محتاج يوس، فبتبتدي تتلخبط. طب ايه يا جدعان انا امتى هدرسه؟ هقول لك بقى انت امتى بتقدر تدرس اليوس بشكل بسيط جدا. اليوس ده بتدرسه في حالتين. في حاله ان انت عايز تخصصات طبيه زي طب بشري او طب اسنان او صيدله، هنا بتكون لازم تدرس يوس. تدرس اليوس كمان في حاله ان انت مجموعك قليل بالنسبه للتخصص اللي انت عايزه. يعني لو انت مثلا عايز هندسه ومجموعك ضعيف مش هيجيب هندسه وليكن 60%، فبالمجموع ده هيبقى نسبه القبول صعبه جدا. في الحاله دي انت بتدرس اليوس، وعن طريق اليوس ده بتقدم في الجامعات بمجموع اليوس، فده بيرفع نسبه قبولك بشكل كبير. مش عشان هو شرط، هو عشان انت مجموعك ضعيف او عشان انت فرصه قبولك بالمجموع بتاع الثانويه مش هيبقى احسن حاجه. طيب معنى كلامك ده بقى ان في جامعات بتقبل بالثانويه اهو. اغلب الجامعات بتقبل بالثانويه. ثلاث ارباع الطلاب اللي مثلا كانوا مقدمين معايا خلال السنين اللي فاتت، او انا حتى هنا وانا بدرس، انا مقبول بالثانويه، مش دارس يوس او سات. في الحاله دي كان مجموعي جايب التخصص اللي انا عايزه، وما كنتش محتاج تخصصات طبيه زي الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الاسنان والبشري والصيدله. طيب دلوقتي انا عرفت خلاص ايه الغرض من اليوس، انا عايز اعرف بقى امتى ادرسه وادرسه ازاي. طيب اولا خلينا نكون كده فاهمين النظام هنا بيكون ماشي ازاي. انت لما تيجي تقدم على اي جامعه وتتقبل في اي تخصص بيكون عندك اول سنه اللي هي سنه اللغه. دي السنه الاساسيه في اي تخصص دراسته باللغه التركيه. طيب انا دلوقتي مجموعي مش جايب التخصص اللي انا عايزه، وليكن هناخد الهندسه على سبيل المثال، انا عايز هندسه ومجموعي مش جايبه. طب انت مجموعك ده مش جايب الهندسه بس ممكن يجيب لك قبولات في تخصصات تانية زي مثلا التخصصات الادبيه. ففي الحل اللي احنا بنعمله علشان نختصر على نفسنا وقت ان احنا بنقدم على تخصص من التخصصات الادبيه او من التخصصات اللي المجموع بتاعي هيجيب فيه قبول، وبنتقبل عادي جدا. ولما بنيجي هنا بناخد السنه التحضيريه اللي هي سنه اللغه، هي السنه الاساسيه اللي بتكون موجوده في اي تخصص هتدرسه. ولو انت دخلت تخصص ادبي هتبقى اول سنه ليك هي سنه لغه برضه. طب ما خلاص انا لو مش هيجي لي قبول في هندسه انا ممكن اخش تخصص ادبي اخد عن طريقه سنه اللغه، وبجانب بقى سنه اللغه دي بدرس اليوس. على ما بكون بدرس سنه اللغه وبجانبها اليوس بيكون امتحان اليوس زي ما قلنا في مواعيد اللي هي شهر 5 لشهر 9. اغلب الطلاب اللي هنا بيكونوا بيمتحنوه في شهر 5، وبتطلع نتائج اليوس وبتبتدي تقدم في الجامعات بالمجموع بتاع اليوس بتاعك اللي هو المفروض هيبقى احسن من مجموع الثانويه، وهيساعدك بشكل كبير جدا ان هو يجيب لك التخصص اللي انت عايزه. طيب انت قدمت بمجموع اليوس والحمد لله اتقبلت في هندسه. بعد ما بتتقبل بقى بتسحب ورقك من الجامعه اللي انت مقبول فيها او كنت مقبول فيها في تخصص ادبي اللي هو التخصص اللي انت مش عايزه، وبتستلم شهاده اللغه منهم برضه، وبتاخد الورق ده بتروح تسلمه للجامعه اللي انت اتقبلت فيها هندسه. ويبقى انت في سنه اللغه اللي انت كده كده كنت هتاخدها درست حاجه او ذاكرت حاجه ساعدتك انك توصل للتخصص اللي انت عايزه بشكل كبير لو مجموع الثانويه بتاعك كان ضعيف. فده الحاله اللي احنا فيها بنقول لازم تدرس يوس او مش لازم. لكن عشان تكون فاهم هو مش شرط اساسي. يعني انت لو مجموعك يجيب قبول في هندسات، وطلاب كتير جدا جاي لها قبول في هندسات بالثانويه، لو دخلت على صفحه الفيس عندي وقلبت في القبولات اللي كانت نازله هتلاقي طلاب كتير جدا مقبولين بالثانويه. فالسات او اليوس مش شرط اساسي بشكل كبير، انت بس بتدرسهم في حاله ان انت مجموعك مش جايب التخصص او انت عايز تخصص من التخصصات الطبيه. طيب كمان اليوس فيه ميزه مهمه جدا، انك بتقدر تدرس اليوس ده ب7 لغات، منهم الانجليزي والعربي اللي هم اللغتين الاساسيتين بالنسبه لنا.
فانت تقدر تدرسه بالعربي، فده بيسهل عليك دراسته، انت مش محتاج لغه ومش محتاج حاجه زياده عشان تقدر تدرسه. انت بتدرسه بالعربي، تقدر تمتحنه كذلك في الجامعات التركيه الحكوميه هنا جوه تركيا، تمتحنه كذلك بالعربي. فده طبعا بيسهل عليك حاجات كتير قوي، انت مش محتاج اللغه عشان تمتحن اليوز ده. طب احنا دلوقتي عرفنا بالتفاصيل كل الحاجات اللي احنا محتاجينها لليوز. انا عايز اعرف بقى تكلفته سنويا كام، يعني انا هدفع كام في اليوز ده. اليوز ده عشان تكون فاهم هو امتحان انت بتخش تمتحنه داخل الجامعات، لكن هو مش اللي الجامعات بتدرسه لك، يعني انت بتدرس اليوز ده بشكل مفصل. تعالى كده عشان نفهمه، هو زيه زي الدروس الثانويه او زي الدروس الخصوصيه اللي موجوده في الثانوي. يعني انت عندك امتحان هتمتحنه اخر السنه في المدرسه، انت بتروح تاخد فيه دروس مع مدرسين بره، هو نفس النظام. انت الامتحان ده بيكون دخوله ب $70 في شهر 5، $100 في شهر 9. تخش الامتحان ده ومفروض ان انت تكون مذاكر له ومحضر له. طب بتذاكره فين او بتحضر له فين؟ انت عندك 3 طرق او اهم 3 طرق: تشتري الكتب او تحملها وتدرس اليوز ده عن طريق ان انت تذاكر بنفسك، او عن طريق انك تذاكر عن طريق اليوتيوب، او انك انت تاخد مع مدرسين اونلاين، او انك تاخد في مراكز. وطبعا المدرسين الاونلاين او المراكز كل واحد بيبقى ليه سعره، يعني مفيش سعر ثابت، زيه زي الدروس، مدرس بيشرح الماده دي برقم ومدرس تاني بيشرح نفس الماده برقم تاني، فالسعر بيكون مختلف شويه. طيب المتوسط كام؟ انا عايز يبقى عندي بس علم بالمبلغ المبدئي. المتوسط بتاعه هو ما بين 300 ل $500 على مدار السنه كلها. المفروض ان انت يعني بشكل عام بتبقى موجود في تركيا هنا بعد ما بتتقبل ما بين شهر 9 لشهر 10، والامتحان بيكون في شهر 5، يعني معاك من 7 ل 8 شهور. ف 400 من 300 ل $500 دول يعتبر على مدار ال7 او ال8 شهور بتوع الدراسه كلهم. ده كده بالتفصيل كل ما يخص اليوز. لو عندك اي سؤال بخصوص اليوز او حتى بخصوص التقديم على الجامعات التركيه، او عايز تعرف حتى مجموعه ده هيحتاج يوز او مش هيحتاج يوز على التخصص اللي انت عايزه، هتلاقيني سايب لك لينك الواتساب تحت، ممكن تبعت لي رساله في اي وقت. وكمان هتلاقي لينك الانستجرام، هناك انا بنزل كل الحاجات اللي بنقضيها في تركيا بقى، من الصور لفيديوهات للسكن للجامعه. فاعتقد ان هو هيديك معلومات كتير جدا تقدر تساعدك او تفهم الدنيا هنا بشكل اكبر على ما تيجي ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير.